حياكم الله. السؤال الذي حيرني كثيرا: لماذا النظام الجزائري لا يأذن لدخول طائرات المغربية لإطفاء الحرائق في الجزائر؟ لماذا النظام الجزائري يسمح بموت شعبه على أن يطلب المساعدة من الآخرين؟ لماذا النظام الجزائري لا يسمح بدخول الطائرات المغربية لإطفاء وإخماد هذه الحرائق التي أكلت الأخضر واليابس، وحتى الأموات، حتى البشر لم يسلب من هذه الحرائق؟ هناك أموات، هناك ناس فقدوا أرواحهم، فقدوا ممتلكاتهم، فقدوا كل ما كانوا يملكون، حتى الأرواح فقدوها هناك في هذه الحرائق الكبيرة والكثيرة على الأراضي الجزائرية. فلماذا السلطات الجزائرية تتعنت وتتكبر على قبول المساعدة إنسانية، مساعدة إنسانية بصفتنا كجيران، بصفتنا كمسلمين، بصفتنا كإنسانيين؟ لماذا لا يقبلون بالمساعدة بدل زهق الأرواح؟ لماذا النظام الجزائري يقامر ويغامر بأرواح شعبه على أن يقبل المساعدة الإنسانية؟ لماذا النظام الجزائري ينفق هنا وهناك ولا يشتري طائرات لإطفاء الحرائق؟ وهذه الحرائق تقع كل سنة في الجزائر، ليست الأولى ولا الثانية ولا حتى الثالثة. ونحن رأينا والكل والعالم رأى السنة الماضية الحرائق كانت كثيرة جدا أيضا في نفس التوقيت، في نفس الوقت، في الصيف السنة الماضية حرائق كثيرة كانت في الجزائر. ورغم ذلك الجزائر لم تقم بشراء طائرات عصرية، طائرات لإخماد الحرائق بدل إنفاق أموال الشعب الجزائري هنا وهناك من أجل الصحراء المغربية. والكل يعلم أن الصحراء مغربية، لكن لا زال النظام الجزائري ينفق يمينا ويسارا من أجل طمس الحقيقة، وشعبه يموت جوعا وفقرا. وحتى الآن كما ترى وكما يرى العالم حرائق في كل مكان. دولة كبيرة، دولة أكبر دولة مساحة في إفريقيا لا تمتلك حتى طائرة واحدة حديثة لإطفاء الحرائق. لا زالوا يعتمدون على الأساليب القديمة، الأساليب اليدوية، وهذه لم تعد تجدي نفعا، وخاصة عندما تكون النيران قوية والريح قوي جدا. لذلك الطرق القديمة لم تعد تجدي نفعا. لكن النظام الجزائري لا زال متعنت، لا يستغل ويشتري طائرات لإطفاء وإخماد الحرائق لتقليل الضرر ولتقليل الإصابات وفقدان الأرواح، لأن هذا النظام لا يهمه لا شعبه ولا يهمه مصالح الشعب، لا بالعكس، هو يهمه فقط مصالحه الخاصة. المصالح الخاصة للنظام هي ما تهمهم، أما الشعب والأرواح لا تهمهم إطلاقا. وإذا كانت حقا تهمهم أرواح الناس وأرواح الشعب الجزائري لكانوا اشتروا طائرات أو يقبلون المساعدة من جيرانهم من المغرب وحتى من أوروبا. لم يرضوا أن يطلبوا المساعدة من أوروبا التي تأخذ كل البترول من الدولة الجزائرية، لكن لم يطلبوا المساعدة للتكبر والتجبر. هذا النظام لم يعد صالح، هذا النظام لا يقدم شيئا للشعب الجزائري. نحن إخوة، نحن شعب واحد، نحن مسلمين. لماذا هذا النظام المجرم، هذا النظام المجرم الذي يتسبب في قتل الأرواح، يتسبب في تهجير الناس، يسبب في قتل الشعب الجزائري وتهجيرهم وتفقيرهم، مع العلم أن الدولة الجزائرية هي أغنى دولة في إفريقيا من حيث الغاز الطبيعي والبترول والكثير من الثروات، لكن هذه الثروات توزع فقط على الناس الخارجين وليس على الشعب الجزائري. دولة تتوفر على البترول وعلى الغاز الطبيعي، لكنها من أفقر الدول شعوبا في إفريقيا، حيث الشعب الجزائري والمواطن الجزائري يهجرون نحو أوروبا على قارب الأموات. هذه الدولة البترول والغاز الطبيعي يجب أن تنافس أي الدول الشرق الأوسط، الدول المتقدمة في الشرق الأوسط التي تنافس العالم.